أي وزير بيمسك وزارة التربية والتعليم في مصر يقع بين نارين: ضغوط عليه من أعلى بسياسة معينة وناس تحت منه ما رحمهوش. ولذلك أنا بسمي وزير التربية والتعليم في مصر الوزير المضطهد. وأنا بصراحة لو الحظ خدمني وبقيت وزير تربية وتعليم، أنا هعمل مذبحة لكل المعلمين. ورجائي نصبر شوية وبلاش حد يعلق على كلامي في هذا الوقت، ونأجل التعليق على كلامي حتى أنتهي من حديثي. بلاش حكاية إن الواحد يسمع كلمتين ويكتب تعليق بناء على الكلمتين اللي سمعهم. يا إما تسمع للنهاية يا إما تخرج بعيد وما تكتبش أي حاجة، لأن تعليقك مؤكد هيكون خطأ. أنا في بداية عملي في التدريس اشتغلت مدرس أحياء في التعليم الفني الزراعي، وهذا بحكم مؤهلي، فأنا مؤهلي بكالوريوس زراعة. وللأسف عندما استلمت العمل في التعليم الزراعي وجدت كل من هم حولي، ابتداء من المدرس زميلي اللي هو أقدم مني إلى مدير المدرسة إلى الموجه إلى مدير الإدارة إلى وكيل الوزارة، كل من حولي يؤكد لي مبدأ، وهو: تشتغل كتير، تغلط كتير، تتجازى كتير. واتضح لي أن هذا هو المبدأ الأصيل في كل الجهاز الإداري للدولة. واتضح لي أيضا أن هذا المبدأ تأصل في الجميع، لأنه الجميع خريجين المدارس، وهذا المبدأ هو أصيل في المدارس. ولو أن هناك شخص من المشاهدين الآن قال لي: يعني أنت بس اللي صح في المنظومة؟ سأقول له: نعم، أنا بس اللي صح في المنظومة، وسأقول ذلك بملء الفم وبكل ثقة. لو أن هناك معلم في جمهورية مصر العربية يستحق التكريم لكان أنا، ولكن ما نالني من هذه الوزارة عكس ذلك. ولو أذنتم لي بجزء من الوقت سأحكي لكم فيه بعض ما حدث معي خلال فترة عملي في هذه الوزارة، ولكم الحكم بعد سماع ما سأقول. وما سأقوله يشهد به جميع من يعرفني وعمل معي في هذه الوزارة، وفوق ذلك الله خير شاهد. وما سأقوله لكم الآن أنا سبق وسجلت في كتاب، وهو موجود بين أيدي كثير من الناس، كتاب طبعته في عام 2008. فأنا لا أقول لكم إلا الصدق والحقيقة. تقريبا في العام الأول أو الثاني من استلامي للعمل انتدبوني في مدرسة ثانوي زراعي في مركز إدفو بمحافظة أسوان لامتحان الطلاب عملي، لأنه التعليم الزراعي فيه امتحان نظري وامتحان عملي، والامتحان العملي يسبق الامتحان النظري. ومعظم الطلبة في مدارس التعليم الثانوي الزراعي طلبة واقفة على الزيرو، العداد عندها ما اشتغلش ولا كيلو. وفي أول يوم بدأت فيه الامتحانات صدقت تقريبا 80% من الطلبة اللي أدوا أمامي الامتحان. وذهبت بكشف الدرجات لرئيس اللجنة، نظر فيه وقال لي: ايه اللي عامله ده يا استاذ؟ قلت له: ايه فيه؟ قال لي: ما حدش بيسقط في العمل يا باشا. طيب ليه عاملينه؟ قال لي: روتين، اتفضل غير الدرجات اللي انت عاملها دي. فانا انفعلت وقلت له: والله ما هغير اي درجة، عايز تغير القلم في ايدك وغير انت. وفعلا الدرجة من 20. عمل ايه هو؟ كل طالب واخد 5 أو 6 أو 7 أقل من 10 حط جنبه واحد وقلب حال الكشف. وبعد كده لامني وعلشان يقنعني قال لي: روح مع الأستاذ فلان. الأستاذ فلان ده بيمتحن الطلبة في الآلات الزراعية في ورشة ميكانيكا داخل المدرسة، وهذا المدرس مدرس له سنوات في التعليم الزراعي، يعني أقدم مني بسنين. وعندما ذهبنا إلى ورشة الميكانيكا، وهي ورشة فيها آلات كثيرة بيمتحن عليها الطلبة عملي، ونادى على طالب من الطلبة وسأله في الجرار عن الدركسون، عجلة القيادة. قال له: دي اسمه ايه؟ الواد ما ردش. بعد كده حط ايده على فلتر في الجرار، قال له: ده اسمه ايه؟ الواد ما ردش. بعد كده حط ايده على الريداتير وقال للطالب: ايه ده؟ الطالب ما ردش. وفي الاخر انفعل على الواد، قال له: والله العظيم
انا عايز اديك درجة يا ولدي، اتكلم عشان اديك درجة على كلامك، والله هسألك سؤال لو ما جاوبته هديك صفر. وصبر شوية كده وراح بص للواد قال له: يا واد، الجرار اللي قدامك ده ذكر ولا انت عيال؟ لقيت الواد عمل كده، قال لي: اتفرج. الواد عايز يفحص الجرار يشوفه ذكر ولا انتاي. فانا بقول للواد: انت بتستعبط يد. فالواد بص لي كده وسكت. فالاستاذ قال له: يا ولدي ما تحتارش، انت جاوبت صح وهتاخد الدرجه النهائيه. وفعلا راح حط له الدرجه النهائيه. بقول له: ايه اللي بتعمله ده؟ قال لي: بكره هتتعلم وتتلم وتصدي وتعمل اكتر مني. وفي نفس العام ذهبت بعد اداء امتحانات العملي للتصحيح في الكنترول، واثناء التصحيح في الكنترول جلست على منضده عليها 6 من المدرسين، 3 امام 3. الثلاثة اللي في الأول بيصحح السؤال الأول الثاني الثالث، وبعد كده يدي الرابع الخامس السادس، وبعد كده يدي مراجع، وبعد كده يدي الهاي تيبل اللي هم بيراجعوا المراجعة النهائية. والكلام ده كله مصاريف على الفاضي. المهم أنا بصحح السؤال الأول، وأمامي مباشرة أبله بتصحح السؤال السادس. فأنا كنت بصحح السؤال الأول وبدي الطالب 0 لأنه مش بيعرف يكتب، وبصيت عليها لقيتها بتديله الدرجة النهائية. فأنا بقول لها: يا أبلة، إزاي أنا بدي الواد 0 وإنتي بتديله النهائية؟ هو أنا لما أدي الواد 0 وإنتي تديله النهائية ما الواد هينجح، والواد ده مش بيعرف يقرأ. قالت لي للمرة الأخيرة خليك في سؤالك. أنا سكت. راحت مميلة على أبلة جنبيها وقالت لها: تلاقيه مهني. وكلمة مهني دي عندنا في التعليم الزراعي كانت تعني ان انا اصلي دبلوم زراعة، لان المدرسين في الزراعة في منهم اللي خريج كلية زراعة ودول مروا على الثانوية العامة، وفي تربية زراعية دي بيدخلوها طلبة من الدبلوم. قلت لها: انا مهني؟ طب والله العظيم انا جاي من البلد ب400 جنيه هقضي بيهم مدة التصحيح. ورحت مطلعهم على الترابيزة، قلت لها: انا هسألك 4 أسئلة، كل سؤال تجاوبيه زي جورج قرداحي تاخدي 100 جنيه. اول سؤال: ربع في ربع بكام؟ راحت واقفة وقالت لي: دي قلة أدب. قلت لها: انا قليل أدب يا سافلة يا واطية يا منحطة؟ وعملت لي مشكلة. ونزل رئيس الكنترول والدنيا ادعكت. رئيس الكنترول بيزعج لي: انت تخليك في سؤالك. قلت له: لا، انا مش هلتزم بسؤالي وانا عارف انه طالب بليد وما بيعرفش يكتب ينجح. قال لي: لا تلتزم بسؤالك. قلت له: لا والله ما هلتزم بسؤالي. شدينا انا ورئيس الكنترول، وانا عندي الضغط بيعلى فجأة كده، وانا منفعل معاه. الضغط علي وانا بصراحة مثلت شوية، رحت واقع على الارض وعملت نفسي في غيبوبة، وجابوا لي طبيب ونقلوني المستشفى بالاسعاف. والدكتور هناك قال لهم: ده ضغطه عالي. ورئيس الكنترول قاعد يعمل كده. وقلت له: انا بحملك مسؤوليه نفسي، نفس اللي حصل مع الوزير. وبعد كده بداوا يبوسوا على ايدي والله. وقضيت اللجنه وانا طالع كتبت له على الحيطه اسمي واسم المدرسه اللي انا تابع ليها، وقلت له: انا مش بجيك من عندي، انت اللي بتبعت لي، بعد كده ما تبعتليش اي جواب للتصحيح. وبالفعل قضيت مدة خدمتي في التعليم الزراعي كلها ما طلعش تصحيح، وده أثر عليا في المعاش، لأنه التصحيح ده بيزود المعاش واللجان. أنا حرمت نفسي علشان ما امشيش مع الشلة الباطلة دي في اللي بيعملوه. أضف إلى ذلك البطل في التعليم الزراعي بطل آخر، إنه هم الطلبة بتغيب، بياخدوا فلوس من الطلبة ويكتبوا غيابهم بقلم الرصاص، وبعد كده يعملوا لهم إعادة قيد، ياخدوا منهم فلوس وهو أصلا ما فيش إعادة قيد، بيمسحوا الرصاص وخلصت العملية. أضف إلى ذلك أنهم بيعملوا مجموعات تقوية ومحدش بيحضرها أبدا، وخصوصا الكلام ده في مدارس وجه بحري. أقسم بالله بيلموا ملايين من العيال، والعيال اللي شغال سواق توك توك، واللي شغال في السياحة، واللي بيبيع جمال، واللي بيبيع حمير في السوق، ودول بيستنزفوا أموال العيال. شغل بلطجة من أوسع الأبواب. وأنا مش بقول كلام أنا ما شفتهوش بعيني، أنا مسؤول عن الكلام اللي بقوله، واللي عايز يتأكد يروح يراجع وراي. وفي لحظة من اللحظات مليت وفاض بيا
فرحت كاتب كل الفضايح دي في كتاب وطبعته سنة 2008. وقبل كده فكرت اني انا اروح الخارج مرة اخرى، لاني انا قبل تعييني سافرت الى دولة الكويت ورجعت في الغزو سنة 1990 وما كنتش حققت اي حاجة حتى من سفري، ففكرت في العودة الى دولة الكويت مرة اخرى. وكان جوازي خلص ورحت الجوازات اعمل جواز، فقالوا لي عايزين اصول شهادة الميلاد واصول البكالوريوس واصول مش عارف ايه، فقلت لهم دي في دوسيه عملي. قالوا لي لازم تروح تجيبها من المديرية. رحت المديرية رفضوا يدوهاني، رجعت الجوازات، دخلت للعميد ولا العقيد اللي هو ماسك الجوازات، حكت له القصة. الراجل مشكور كان اسمه ممدوح بيه، رفع سماعة التليفون، اتصل بالمديرية، رد عليه واحد ساعتها كان موجه لغة عربية وفي هذا اليوم قائم بأعمال وكيل وزارة، كان اسمه القاضي، وكان وكيل الوزارة في مديرية جنة ساعتها اسمه لطفي حميد. وممدوح بيه قال لي هتروح المديرية، أنا كلمت لك واحد اسمه سمير القاضي هيديك الجوابات دي وهيديك الأصول، هيديك أصول المستندات دي وهيبعت معاك مندوب يرجع بيها تاني. وفعلا ذهبت ورحت المكتب وفوجئت بسمير القاضي ده، واحد زي الممثل اللي كان زمان اللي اسمه عباس فارس. اول ما دخلت قال لي انت عايز ايه؟ قلت له والله الامر كذا كذا. قال لي طب اطلع بره. اطلع ليه بره يا عم الحاج؟ قال لي بقول لك اطلع بره، انت عامل نفسك هتستجوب ممدوح بيه. استجوب ممدوح بيه؟ ايه صلة بممدوح بيه انا استجوب بيه؟ انا عايز مستنداتي. قال لي اطلع بره. المهم رحت راجع الجوازات تاني ودخلت الممدوح بيه، قلت له ده يفتكرني قريبك وان انا بستجوى بيك. ممدوح بيه رفع سماعة التليفون ورن عليه تاني، قال له يا استاذ سمير المواطن اللي انا بعته لك ما يقرب ليش وده تبع وزارتك، وطالما انت ما احترمتهوش انا مش هحترمه بره. اتفضل يا استاذ اطلع بره. وكانت النتيجة اني انا تعبت نفسيا ومليت ومرضيتش اطلع جواز، وفضلت في التعليم الزراعي. ولكن بعدها بعام حاولت محاولات جادة ونقلت في التعليم الثانوي، وفضلت اني انا انقل مدرس تربية زراعية علشان ابعد من كل الوش ده. وانا في التعليم الزراعي وفي التعليم الثانوي كنت ماسك كل النشاطات اللي في المدرسة، اذاعة على مسرح على صحافة على مجلات، وانا بعرف ارسم وبعرف اكتب شعر وبعرف اعمل حاجات كتيرة خالص، وبعرف اشرح كل المواد العلمية. اقسم بالله كنت بشرح كل المواد العلمية ادبية وعلمية في الثانوية العامة، وبدخل حصص من الاولى للسابعة بشكل يومي، كل الحصص الفاضية حتى المدرس اللي تعبان ادخل مكانه، وبشرح كل المواد. ووجدت في التعليم الثانوي صراع على الدروس الخصوصية، وكنت بقاوم الدروس الخصوصية. يمكن زمايلي كانوا بيزعلوا مني رغم ان انا بشيلهم حصص، وكان الغالبية العظمى بتأدي حصتها وتطلع تدي درس خاص بره. هو المدرس اللي يدي درس الساعة 9 الصبح ويكون معاده في المدرسة هو ده مدرس عنده ضمير عنده دين. اللي بيطلعوا ويتصارعوا على السوشيال ميديا، اقسم بالله انا ما اديتش عيالي دروس خاصة خالص، انا عيالي اديتهم دروس في كل المواد والكل يشهد بذلك. وعندي قدرة اني انا ادير مدرسة بالكامل، يجيبوا لي اداري ومدرس انجليزي وفرنساوي بس، لاني انا مش بحب المادتين دول ومش قوي فيهم، واقدر ادير مدرسة لوحدي. وعملت كتير. وايه النتيجة؟ النتيجة ان انا طلعت معاش اقسم بالله درسي ما قادر اخلعه علشان اشتري حذاء بعمل جمعية. اقسم بالله علشان اشتري حذاء بعمل جمعية طلعت بأتقاضى معاش يدوب مكفي مراتي علاج، وانا اصلا مريض، انا مش بعالج نفسي عشان مراتي محتاجة للعلاج اكثر مني. ده اللي انا خدته من التربية والتعليم. اقسم بالله مشكلة التربية والتعليم بالفعل ليست في الوزير، ولكن المشكلة الحقيقية في طبقة المعلمين والاداريين القائمين على العملية التعليمية داخل المدارس.
الوزير مش معاهم، دول اتكاليين. تتخيلوا ان انا بعد ما طلعت على المعاش طلبوا مني رصيد اجازاتي عن الفترة اللي اشتغلت في التعليم الزراعي. اقسم بالله رحت المدرسة اطلع رصيد اجازاتي، لقيت اداري هناك متعين جديد عشان يطلع لي رصيد اجازاتي طلب مني رشوة، وطلعت له بالفعل، واول مرة في حياتي اعملها، وبالفعل طلعت له 40 جنيه وقلت له دي شاي مني للموظفين اللي في المكتب، ولكنه استقل ال 40 جنيه وقال لي هي دي بس اللي هانت عليك، وانفعلت عليه وكنا هنوصل للنيابة. ليه كده؟ لانه الوزارة دي عفنت، ولا يمكن هذا المستنقع العفن يخرج ناس نظيفة. المستنقع ده مرة كانوا عاملين لنا اجتماع في الفيديو كونفرنس، وكان بيحضرنا واحد من القاهرة لمناقشة مشاكل التعليم، وفي الآخر هو شايفني أنا قاعد من قدامه ساكت وبتأمل كده وأبص بعيوني كده، فراح نادى اللي في القاعة بتاعتنا في الفيديو كونفرنس، قال له أنا عايز الأخ اللي قاعد الفلاني اللي لابس كذا ده يكلمني. فكلمته، بيقول لي ليه انت قاعد مستغرب كده؟ ما تقول اللي عندك، انت عايز تقول ايه مشاكل التعليم بالنسبة لك؟ قلت له مشاكل التعليم بالنسبة لي عشان تتحل في حاجة واحدة بس. قال لي ايه هي؟ قلت له ان ربنا ياخدني انا وانت وكل الحاضرين في القاعات ويستبدلنا بقوم اخرين ولا يكونوا امثالنا، كده يتصلح حال التعليم. وكفاية كلام، ويا ريتني أكون وصلت شيء. صدقوني أنا ساعة ما عملت هذه القناة كان الهدف منها فقط إن أنا أحقق أرباح تساعدني شوية في المعاش اللي هو ضعيف جدا جدا. ولكن بعد فترة اكتشفت إن هذه القناة بتاخد مني فلوس ولا جابت لي عائد ولا حاجة خالص، ومليت لي 3 سنين عامل هذه القناة، ومليت واكتشفت وتأكدت أن أي محتوى هادف ملهوش جمهور. ولذلك أنا كنت ناوي هذه الأيام أن أنا أكفل هذه القناة، ولكن ربنا رزقني ببنت واحد زميلي ساقطة في مادة الجيولوجيا من العام الماضي، وأبوها جابها لي علشان أديها درس جيولوجيا، وهي اللي ادتني أمل جديد إن أنا أواصل في نشر الفيديوهات.